مساء الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. ربنا يتقبل صيامكم وينعاد عليكم العيد بالخير واليمن والبركات عليكم وعلى أسركم وعلى كل حبايبكم يا رب. حلقة النهاردة هنتكلم عن كولر وعن النادي الأهلي، عن الأداء في الفترة الأخيرة قبل مباراة مازيمبي. بس قبل ما نبدأ الحلقة نعمل لايك للفيديو ونعمل سبسكرايب للشانل عشان دايما يوصل لكم كل جديد. فيلا بينا. يمكن الاهلي مقدم في اداء في الدوري مش مطمئن خالص لكل جماهيره، ودايما الاداء مقلق صراحه. والاهلي داخل على قبل نهائي افريقيا مع نادي مازيمبي، ويمكن شويه ما كنتش بتمنى ان الاهلي يواجه مازيمبي، كنت اتمنى ان يواجه بترو اتلتيكو. لان بترو اتلتيكو في انجولا الجمهور اهدى شويه، بيلعبوا كوره احسن، مفيش ضغوط على المنافس وعلى الحكام زي ما موجود في ملعب اللوبومباتشي، وهو ملعب ومعقل نادي مازيمبي يعني. فظل نادي مازيمبي على ملعبه قوي جدا وخطير جدا. ويمكن كمان كان الناس بتتكلم على بترو اتلتيكو ودفاع بترو اتلتيكو انه ما استقبلش اهداف في ماتش مازيمبي وصل ب 27 كوره، منهم تقريبا 5 او 6 على المرمى، وباقي كله كان فيه رعونه يعني، وطلعت الكور بره. فده خلاني شويه اشوف ان بترو اتلتيكو منافس يمكن اسهل شويه من مازيمبي يعني. مازيمبي الملعب بتاعه ملعب متعدد بيتسع ل20,000، يعني ممكن بيتلعب على أكتر من رياضة وبيتقسم وبتاع، فتلاقي دايما تقسيمات غريبة كده في الأرض، ومنطقة جزاء يمين ومنطقة جزاء شمال وحاجات كده غريبة. ملعب قريب ما فيهوش تراك، فالجمهور قريب من الملعب، وكمان ملعب فيه سقف من فوق، فالسقف اللي من فوق ده يخلي دايما صوت الجمهور عالي لأن الصوت بيطلع لفوق، فتلاقي دايما الصوت بيصد من فوق، فتلاقي دايما في شوية آه، يعني عنف في التشجيع شويه، غير ان الجمهور كمان عنيف كمان، فده من ده بيأثر على المنافس وبيأثر على التحكيم وخلافه يعني. فما كنتش اتمنى مواجهه مازيمبي، ولكن اتمنى يعني ان الاهلي يقدم مباراه ايجابيه في مباراه الذهاب عشان مباراه العوده تبقى الامور افضل نسبيا يعني. خلينا نتكلم شويه عن الاهلي امبارح. تعرض لتعادل امام نادي انبي بهدفين مقابل هدفين لكل، يعني هدفين لكل فريق. قبلها كان الاهلي مع البنك الاهلي، كان البنك الاهلي حقق فوزه 4-3 على النادي الاهلي. الاهلي يمكن استقبل 6 اهداف في مباراتين، رقم سلبي جدا 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 في بطوله الدوري. الاهلي استقبل 11 هدف، منهم 6 اهداف بعد الدقيقه 80، يعني انت دايما بيسجل عليك بعد الدقيقه 80. اخر مباراتين الاهلي اتقدم ورجع، في كل مرات اتقدم ورجع اتقدم ورجع، يعني اتقدم 7 مرات، 6 مرات انا اسف، والستة رجع عليك، يعني كل ما تسجل مش عارف تحمي دفاعك، فتبدا ان انت ترجع بالنتيجه يعني. كل دي امور سلبيه، ولكن خلينا نتكلم كده ونزود كمان شويه نقطه كمان، ان الاهلي دخل فيه 11 جون لغايه دلوقتي في بطوله الدوري في 9 ماتشات. الاهلي الموسم اللي فات دخل فيه 13 جون الموسم بالكامل، فده يوريك ان الاهلي شويه عنده مشكله دفاعيه. طيب المشكله الدفاعيه دي بسبب ايه؟ خلينا نقول بشكل واضح، هو الاساسي هو شويه غياب طبعا ياسر ابراهيم، لان ياسر ابراهيم مع عبد المنعم بيشكلوا جبهه قويه جدا على الناحيه الدفاعيه. يمكن رامي من اللاعبين اللي عنده مشاكل دفاعيه من زمان يعني، لكن هو بيأدي دلوقتي بشكل مؤقت. ولكن يمكن اصابه اسف ياسر مخليه ان رامي هو اللي موجود اساسي، وما عندكش حتى بديل، يعني انت اللي موجود بره محمود متولي، ومحمود متولي وبيتصاب كتير، وبالتالي الاهلي عنده مشكله دفاعيه. ومارسيل كولر خلال فتره الانتقالات ما جابش مدافع قوي نقدر نقول انه يقدر يسد في مركز السنتر باك، وجاب عمر كمال في الانتقالات الشتويه اللي فاتت، وعمر كمال بيلعبوا باك ليفت كمان. خليني اقول لك رقم سلبي برضو امبارح، ان عمر كمال مثلا لعب 6 كرات عرضيه، ال6 كلهم غلط. طيب عمر كمال مش متأيد افريقيا، وبالتالي طيب انت لما معلول يتصاب زي الموسم اللي فات كده، مين اللي هيسد مكان علي معلول؟ طيب عمر كمال غير مقيد افريقيا، وبالتالي الاهلي محتاج انه كولر محتاج انه يلعب بباك ليفت يكون بيأدي عشان يقدر يسند، وبالتالي كريم الدبيس مقيد افريقيا، وبالتالي هو اساسا باك ليفت تقدر تلعب بيه وتعتمد عليه في المركز ده. وبالتالي ده يورينا ان في مجموعه قرارات عند مارسيل كولر تحتاج لاعاده تفكير مره تانية، زي ابرزها مثلا التغييرات اللي بيتاخر فيها للدقيقه 70 و75. فانا بحس ان مارسيل كولر دايما هو بيجيد قراءه الخصم ويبدا الماتش، وبعد كده خلاص بيقوم يمشي او يسيب الدراع ويمشي يعني، فبيلعب بقى بالاوتو بايلوت زي الطياره كده، تطير وتسيبها وبعد كده تبقى تنزل.
فيعني ايه اللي بنشوفه او ايه اللي مارسيل كولر بيقدمه على مستوى التغييرات ده من الحاجات السلبيه بشكل واضح جدا عند مارسيل كولر. نرجع تاني لسلبيات كولر، هو ان في مجموعه قرارات عنده او قناعات عنده محتاجه انها تتغير. ابرزها على سبيل المثال ان انت بتلعب في الدوري وعندك ماتشين افريقيا الفتره اللي جايه، فانت ممكن تعمل روتيشن شويه في المراكز اللي انت عندك فيها نقص. يعني انت عندك الجناح لحد ما الاجنحه برضو، حتى لو في اصابه لحسين الشحات عندك اجنحه موجوده، عندك بيرستاو، عندك طاهر، عندك عبد القادر، عندك كهربا بيلعب جناح. كل اللاعب دول الاجنحه مثلا موجوده في النادي الاهلي، عندك كريم فؤاد بيلعب جناح، فعندك وفره شويه في مركز الجناح يعني. عندك رضا سليم المهاجم، عندك كهربا، عندك مودست، كل ده تقدر تعمله، عندك وسام، كل ده تقدر تعمل عليه روتيشن يعني. لكن في مجموعه من المراكز هي اللي شويه محتاج انك تعمل روتيشن اجباري عشان انت ما عندكش وفره فيها. يعني على سبيل المثال وسط الملعب انت عندك امام مصاب وديانج مصاب، فانت بتلعب بكوكا والسوليه ومروان، فدول اللي موجودين اساسيين وقفشه. ففي لعيب زي مروان هو محتاج يريح، فانت ممكن تلعب بكوكا في 6 وتلعب بلعيبه تانية في المركز 8، او يبقى عندك حد من الشباب تقدر تبدا تعتمد عليه. نرجع ورا في المركز اللي ورا سنتر باك، كان في لاعب سنتر باك ممتاز جدا اسمه معتز محمد، انا مش عارف هو موجود فين دلوقتي، مش عارف هو ما بيلعبش ليه، فهو مش موجود. عندك الباك ليفت كريم الدبيسي يبقى موجود، عندك الباك رايت عمر كمال يبقى موجود وهاني يريح، عندك شوبير في حراسه المرمى حابب تريحه، عندك الزنفالي تقدر تلعب بيه، عندك حمزه علي تقدر تلعب بيه. فانت كل ده مش موجود ومش بتقدر تغير بيه، فانت بتلعب بالاساسي وتغير عنصر او اتنين فتتعثر، فالجمهور يهاجم وبالتالي بعد كده تتوتر، وبعد كده تلعب بالاساسي تاني وبالتالي يتعاد نفس مشكله موسيماني اللي حصلت قبل كده، وبالتالي وارد انك ممكن تخسر كل البطولات اللي انت بتلعب فيها. فكولر محتاج تركيز في افريقيا الفتره اللي جايه، محتاج يعمل روتيشن بشكل واضح، محتاج اللعيبه اللي هم زي ما اتكلم، انا طبعا نسيت اكرم في لعيبه الوسط اللي نسيتها، اللعيبه اللي هو زي، انا طبعا ضد التصريح الناس تقول في لاعب الاثنين لعيبه زي ما قال الاثنين لعيبه نزلوا المفروض كانوا يمسكوا اللعب وبيفكروا في نفسهم وبس. لا، انا ممكن مش شرط اقول اتنين لعيبه، انا ممكن اقول في لعيبه، في لو انا حابب ان انا هاجم يعني، انا ممكن اقول في لعيبه عملت كذا وكذا، مش شرط اقول اتنين لعيبه لان يمكن اغلب الناس عارفه اللعيبه دي مين. ف يعني الاهلي داخل على فتره صعبه، اتمنى الروتيشن يدخل بشكل اقوى في الاهلي الفتره اللي جايه، اتمنى كولر يبقى فيه سنه اللي عند اللي موجوده دي تقل الفتره اللي جايه شويه، لان الاهلي داخل على بطولات صعبه، ماتشين مازيمبي قويه جدا، عنده ماتش زد في الدوري وعنده بعد كده مباراه في الدوري في زنقه ماتشات كتير، فمحتاج الروتيشن يبقى قوي، محتاج يعتمد على عناصر غير اللي موجوده عشان يقدر يحقق فوز ويحقق نتائج ايجابيه في الماتشات اللي جايه سواء في الدوري او في افريقيا. وبكده خلصت حلقه النهارده، نعمل لايك لو عملتش لايك في الاول، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد، سلام عليكم.